السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى اليوم المنتظر هنفتح فيه على البسارية. الناس اللي شافتش معايا في الفيديو اللي فات يتقفلها او قلتها كده وخلاص، يعني انتوا شايفين هتشوفوها كده عملي معايا. انا كنت قافله عليها ازاي؟ انا كنت قافلاها في علبه مقفوله كده زي ما انتوا شايفين، والكيس ده مربوط وجواه كيس تاني، يعني كيسين، حطيتها في كيسين وقعدتها حوالي 4 ايام. يعني تقريبا خللتها يوم الخميس، فتحت عليها الاتنين الخميس بالليل، يعني حوالي 4 ايام. 4 ايام او 5 ايام بالكتير تفتحي عليها وتبدأي ان انتي تاكلي منها احلى بسارية. طيب بعد ما تفتحي عليها، لو انتي خدتي شوية وحبيتي تشيلي تسيبي الباقي، بتقفلي عليه بقى وتشيليه في التلاجة. بتقفلي عليه بالعلبة زي ما هي كده وتشيليه في التلاجة. تمام. انا ما بحبش بقى احط لها لا زيت ولا اي حاجه، هي زي ما هي كده بتتاكل. نفتح بقى ونشوف شكلها عامله ازاي. بصوا بجد رهيبه، حلوه قوي، ولونها من البابريكا. البابريكا مديها لون احمر جميل جدا، بابريكا والشطه مع بعض. ملحها كان مظبوط جدا. الكميه ديت نص كيلو من بسارية، كانت بجد مظبوطه، الملح مظبوط. وبصوا بجد كانت رهيبه، مش قادره اقول لكم يعني. اصحاب القلوب الضعيفه يعني ايه، معلش بقى استحملوا معايا. بجد اكاد من فرط الجمال اذوب. بجد كانت رهيبه. احنا يعني انا ولادي بنموت فيها. بصوا كده نزوقها بقى كده، والكابوتشا والبصل بقى بالخل والليمون. بجد كان رهيب جدا. بجد هي مش محتاجة تتزوق، اصل هي اصلا لوحدها تفتح النفس، فاما تتزوق بقى كمان يعني وتدي الديكور ده بقى تفتح النفس اكتر من كده. احنا مسكنا شوية دول انا ولادي نسفناها. احنا بنحب البسارية جدا، العيش العيش بجد. انا ما بحبش الفسيخ على فكرة، لكن احب البسارية دي، يعني حاجة كده بجد جميلة. لوز اللوز اهي، بص طريقة تنظيفها بقى سهلة قوي. تقطعي الراس وتشديها كده من الجنب، بس خلاص كده نطفت. بنفتحها وبنطلع الشوكة اللي هي بتكون في النص دي، وخلاص. بصوا دايبة بجد، كانت رهيبة قوي. اهي بتشديها بقى كده خالص، اهي نطفت. تمام كده تقدري ان انت تنضفي الكميه كلها وتحطيها كده وتبقى جاهزه عشان الولاد ياكلوا منها على طول. بجد يعني انا كنت بحطها كده للولاد جاهزه، بيعملوا منها سندوتشات. نجيب بقى العيش بقى كده ونحط بقى كده عصرتين ليمون كده، ايوه. يلا بقى هم بجد مش قادره اقول لكم يا جماعه لازم تدوقوا. الناس بقى صحابي اللي من المغرب اللي بيسالوني الفسيخ والبسارية وده طعمهم ايه، يا جماعة لازم تجربوا. والله الحاجات دي كانت رهيبة، طعمها تحفة. ما اقدرش اوصف لكم طعمها، حاجة كده يعني جميلة، مش قادرة اقول لكم. بصوا، بصوا دي كبيرة شوية، حجمها اكبر شوية، بس بصوا بجد يعني حاجة كده جميلة، دوبان يا جماعة والله. اهي بصوا، اهي نضيفة جدا جميلة، وكانت طعمها بجد روعة. آه تاكليها كده بقى، دي تتاكل كده حاف عليها عصرة ليمون كده، اهي حاجة كده جميلة. لازم تجربوا، ما ينفعش الا لازم تجربة. الحبة دول كانوا خلص، العلبة خلصت والله يا جماعة. تقدري ان انت تشيليها في الفريزر، لو جبتيها وما كنتيش فاضية تشيليها في الفريزر وتطلعيها عادي، تفك وتخلليها. بجد برضه هتبقى حلوة. جربوا بجد بقى الطريقة ديت، هتعجبكم قوي قوي. لازم تجربوها. سيبكم بقى في فيديو تاني جاي جديد، وسلام عليكم.